السلام عليكم، اهلا بيكم معايا فيديو جديد على قناتي مطبخ ياسمينة. فيديو النهاردة فيديو حلو جدا، هنعمل مع بعض كيكة الهوهوز بطريقة سهلة وبسيطة وهتطلع معانا ناجحة من اول مرة. يلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا. بس الاول اللي لسه مشتركش في قناتي ياريت يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. وكمان ما تنسوش تعملوا لايك للكيكة الحلوة دي. عايزة اقول لكم ان هي طعمها حلو جدا بجد، يعني مش هتبطلوا تعملوها بعد كده. فيعملوا بقى لايك للكيكة الحلوة دي، ويلا بينا على طول نبتدي الفيديو بتاعنا ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجة بنحضر المواد الجافة. كوباية ونص من الدقيق المنخول، عليهم ذرة ملح، معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة بيكنج صودا، واتنين معلقة كبيرة من الكاكاو الخام. بنركنهم بقى على جنب وبنبتدي نجهز المواد اللي هي السائلة. في بولة هنحط فيها كوباية سكر، كوباية حليب، نص كوباية من الزيت، وعليهم اتنين من البيض، وكمان معلقة صغيرة من الفانيليا، وكيس من كيكة الهوهوز. حطيت كل المكونات دي كده في الخلاط وبضربها بقى كويس جدا. كمان هنحط عليهم معلقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان. بتبقى حلوة جدا وبتدي طعم حلو جدا للكيك. اي نوع كيك فيه شوكولاتة حطوا ليه قهوة سريعة الذوبان، هتبقى حلوة جدا. كمان بنبتدي ان احنا نخلطهم كويس جدا في الخلاط، وبعد كده بنقلب المكونات الجافة كده مع بعض، وببتدي انزل عليهم بالخليط شوية بشوية، وبفضل اقلب كويس جدا علشان ما يكونش اي تكتلات. هفضل اقلب فيهم كويس جدا. بنفضل نقلب فيهم كويس جدا لحد ما الدقيق يختفي تماما وما يبقاش فيه اي تكتلات للدقيق. هيطلع معانا بالشكل ده كده. الكيك بتاعنا بقى جاهز. هنبتدي نجهز القوالب اللي هنسوي فيها الكيك. جبت القوالب دي، جبت مقاس كبير ومقاس صغير. ببتدي ان انا ارصهم بالشكل ده وانزل عليهم بالخليط اللي جهزناه للكيك. بملى يعني تقريبا النص القالب او اقل من النص، حاجة بسيطة. نخلي بالنا لان هو لسه هيرتفع في الفرن، فما نعليش قوي علشان لسه كمان هنحط ليه صوص، علشان القالب بتاعنا يكون مظبوط وياخد الشكل المظبوط في النهاية. طبعا بكون مشغلة الفرن بتاعي علشان يسخن كويس جدا. بعد كده ببتدي ارص القوالب بتاعتي دي على صاج علشان ابتدي ادخلها الفرن واسويها. مش بتاخد وقت كتير في الفرن، فناخد بالنا لان هي طبقة بسيطة جدا، فيعني تقريبا 10 دقايق وابتدي ان انا اشوف التسوية بتاعتها. بنختبرها طبعا بالستيكس، ولو طلعت نظيفة تبقى هي كده جاهزة. دخلنا القوالب بتاعتنا الفرن علشان تستوي. تعالوا بقى نحضر الصوص اللي هنحطه عليها من فوق. علشان نعمل الصوص بتاعنا هنحتاج كوباية من الحليب، كوباية من السكر، وكوباية من الزيت، نص كوباية من الكاكاو الخام، واتنين كيس من الهوهوز. ببتدي بقى احط كل المكونات اللي انا قلتها دي في الخلاط ما عدا الزيت، بسيبه في النهاية بحطه زي خيط بس رفيع جدا. هنبتدي بقى نضرب كل المكونات كده مع بعض الأول. بتأكد ان هي اتضربت كويس جدا. بعد كده هنزل عليهم بالزيت زي خيط رفيع جدا، يعني منزلش بالزيت مرة واحدة، لا، بنزله شوية بشوية والخلاط شغال. يعني انا مشغلة الخلاط ومن فوق كده الفتحة بتاعة الخلاط بنزل خيط رفيع جدا من الزيت. بس كده بضربه ضربتين كده وهو كده بيكون جاهز معانا. بولة نظيفة ببتدي ان انا انزل فيها الخليط واركنه بقى على جنب او ادخله التلاجة علشان يكون ساقع، وابتدي ان انا استخدمه على الكيك. شوفوا بقى الصوص بتاعنا حلو جدا. عايزة اقول لكم ان هو طعمه بجد روعة، يعني طعمه حلو جدا. الكيك بتاعنا خرج من الفرن. ببتدي على طول وهي سخنة كده بعمل فيها فتحات بالشكل ده.
بجهز بقى خليط التسقية، وهي معلقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان، دوبتها في شوية مية وحطيت ليها معلقة كبيرة من السكر، وقلبتهم كويس جدا مع بعض. وبعد كده بدأت ان انا اسقي بيها الكيك بالشكل ده. كمان جبت معلقتين كده من النوتيلا السايحة، وحطيت في كل قالب معلقة كبيرة كده بالشكل ده. هتدي طعم حلو جدا للكيك، والكيك كمان هيتشربها، فهتبقى حلوة جدا، يعني هتدي طعم حلو جدا للكيك كمان. جبنا بقى الصوص اللي احنا جهزناه، انا دخلته التلاجة على طول، فمسك وتقل عن ما كنا عاملينه، فحلو جدا. ببتدي بقى اغطي الكيك كله كده بالشكل ده. عايزه اقول لكم الطريقه بتاعه الكيك مضمونه كمان، يعني لو عملناها فما نقلقش ابدا ان هي ممكن تفشل او تبوظ مننا. في كل الاحوال هتطلع حلوه، الكيك هيطلع طعمه حلو، وكمان الصوص كده كده طعمه حلو، فانت ضامنه اصلا الحاجه اللي انت بتعمليها، فاعمليها كده وانت مغمضه، ان شاء الله هتطلع معاكي مظبوطه وناجحه من اول مره. جبت بقى نوتيلا بيضة وحطيتها في كيس حلواني، وعملت منها فتحة بسيطة جدا. بدأت ان انا اعمل خطوط كده رفيعة على القوالب كلها كده بالشكل ده. كمان جبت نوتيلا غامقة، وحطيتها كمان كده بالشكل ده، نفس الخطوط يعني. بالستيك الصغيرة دي عملت خطوط رايح جاي كده، فادت بقى التمويجة الحلوة اللي بنشوفها على الكيك. شكلها حلو جدا، رايح جاي كده، سهلة جدا يعني، وبسيطة وسريعة، يعني بجد حلوة جدا، والطعم بتاعها زي ما قلت لكم حاجة كده يعني مضمونة بجد، فحلوة جدا، يا ريت تجربوها هتعجبكم جدا. فلو مش بتحبي تقفي في المطبخ كتير وعايزة تجهزي حاجة تكون سريعة وسهلة، الكيكة دي والوصفة دي حلوة جدا. كمان تزيينها سهل بسيط، مقاديرها بسيطة، فهتعملي لهم يعني عظمة، وكمان الطعم بتاعها مضمون جدا. جبت بقى قطع من كيكة الهوهوز، وحطيت عليها تزيين كده بسيط بالشكل ده. بما ان هي يعني كيكة الهوهوز، فاستخدمنا الكيكة بتاعة الهوهوز بس كده. ده الشكل النهائي بتاع الكيك بتاعنا، شكلها حلو جدا. ده شكلها بعد ما سبتها في التلاجة لتاني يوم، تماسكت والكيك اتشرب الصوص. يعني المفروض ان احنا نعملها ونبيتها في التلاجة، هتلاقوا طعمها بقى احلى بكتير، يعني مش ان هي تتاكل في اول يوم، لازم تبات لتاني يوم، هتلاقوا طعمها بقى حلو جدا. بصوا بقى الكيك بتاعنا حلو جدا، والصوص بجد طعمها لذيذ. مليانة بالصوص وغرقانة بالنوتيلا والصوص مع بعض، طعمهم حلو جدا. كمان الكيكة بتاعتنا طرية، وشكلها بجد حلو جدا. كيكة سهلة وسريعة، والنتيجة بتاعتها كمان مضمونة. بصوا بقى الصوص يعني مغرق الكيك من جوه ازاي، شكلها حلو جدا، يعني مش هناكل كيك كده، لا، الصوص داخل في الكيك متشربها، عشان كده بقول لكم خلوها تبات وكلوها تاني يوم، هتبقى حلوة جدا، احلى بكتير من اول ما تتعمل، فهتلاقوها شربت الصوص وبقى طعمها احلى بكتير. وبكده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. ده شكل الكيك بتاعنا في النهاية، شكله حلو جدا، تزيين بسيط، مقادير بسيطة، وكمان الطريقة سهلة وسريعة، والنتيجة زي ما قلت لكم مضمونة وطعمها حلو جدا. استنوني ان شاء الله فيديوهات تانية جاية كتير على خير. ما تنسوش تعملوا لايك للكيكة الحلوة دي، ولو لسه ما اشتركتوش في قناتي يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. ما تنسوش تعملوا لايك، واشوفكم في فيديو جديد على خير. شكرا لكم، مع السلامة.